عيسى زبون، خبير على الاستيطان والخرائط في معهد أريج. أهلا وسهلا بك في نافذة جديدة وشائكة من نوافذ برنامج وبودكاست حكي مدني الذي ننتجه بالشراكة مع زملائنا وأصدقائنا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا وسهلا بك. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير شائك، موضوع تاريخي متجدد، هو موضوع الاستيطان. إسرائيل، فكرة الدولة اليهودية، فكرة دولة الاحتلال قامت على الاستيطان. شو اللي ممكن نحكي في هذا المجال؟ طبعا زي ما تفضلت أنت، الفكرة اللي قامت عليها دولة الاحتلال هي الاستيطان والتوسع الاستيطاني وطمس ما هو موجود على الأرض. فعلى سبيل المثال منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 شرعت إسرائيل بالعديد من الإجراءات اللي تثبت الأرض وتحاول أنها تسيطر على جميع الموارد الطبيعية في الأرض. فأول ما عملته بعد احتلال الضفة الغربية 67 عملت تجميد عملية تسجيل الأراضي اللي كانت على زمن الحكومة الأردنية، وبالتالي منعت الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أعلن أراضي دولة مساحات شاسعة تقريبا 38 من مساحة الضفة الغربية، أعلنت أراضي الدولة، وهي الأراضي كان يمنع الفلسطينيين من استغلالها. ثم جاءت بأمر الأوامر العسكرية لإعلان أراضي تدريبات عسكرية ومناطق عسكرية مغلقة في الضفة الغربية. فهذه الإجراءات في البداية أول خطوة كانت اللي حدت من الفلسطينيين يصلوا الأرض ويستخدموا هي الأرض. من 1948 لليوم قديش حققت دولة الاحتلال من مخططاتها؟ مخططات دولة الاحتلال مخططات كبيرة وتتخطى فلسطين، والمعروف من النهر للمار، من النهر للبحر. هلا على مستوى الضفة الغربية بعد الاحتلال شرعت في إقامة مستوطنات ضيفية. المستوطنات اللي تم بناءها في الضفة الغربية ما كانت مستوطنات مواقع عبثية، بل كانت ضمن سياسة منهجية هدفها السيطرة على الأرض، قيام أي إمكانية لقيام أي دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي شرذمت الضفة الغربية ومنع تطور أو التوسع العمراني الفلسطيني في الضفة الغربية. السؤال، بعد أوسلو فكرة الضم نشأت بعد أوسلو؟ فكرة الضم كانت موجودة من بداية الاحتلال، واللي بلاحظ على المخططات أو المخططات الاستيطانية اللي كانت بالسبعينات، مثلا على خطة مثل خطة دروبلس، خطة بلان وألون بلس وألون وخطة شارون، كانت تهدف إلى إنشاء كلاسترات أو تجمعات أو كتل استيطانية كبيرة في الضفة الغربية تعمل على شرذمة الضفة الغربية. تطورت هاي الخطة بعد أوسلو. هذا الحكي تأطر بعد 67، بعد ما نعم، تم احتلال بعد 67 في السبعينات ظهرت 4-5 خطط لتوزيع المستوطنات أو السيطرة على الضفة الغربية، من خطة ألون 72 وألون بلس وخطة دروبلس وخطة الشارون 82 لتوزيع المستوطنات الضفة الغربية والسيطرة على ما يمكن السيطرة على الأرض في الضفة الغربية. هلا بعد أوسلو جسدت الفكرة وأخذت منهج آخر، بحيث أنه استخدمت أدوات أخرى للاحتلال كالطرق الالتفافية، البؤر الاستيطانية، إعلان محميات طبيعية في الضفة الغربية. الهدف منها السيطرة على أكبر جزء من الأراضي المفتوحة في الضفة الغربية للتوسع والتوسع الاستيطاني المستقبلي. لو بدنا نقول أستاذ عيسى رقم، قديش الاحتلال مسيطر على في الضفة الغربية نسبة؟ هلا حسب اتفاقية أوسلو عندنا مناطق ألف وباء، وما يسمى المحمية الطبيعية في منطقة بيت لاهون تشكل تقريبا 39% من مساحة الضفة الغربية، أي أن إسرائيل تسيطر بما يسمى منطقة جيم على 61% من مساحة الضفة الغربية. وهي 61% هي تعتبر الرئة للتنفس لقيام أي دولة فلسطينية، لأنه هاي 61% فيها جميع الموارد الطبيعية، ينابيع مياه، أراضي زراعية، غابات، كمان شواطئ البحر الميت. فهاي إنه السيطرة الكاملة عليها فصارت تقريبا على 61% من مساحة الضفة الغربية. فعليا على الأرض بعد 7 أكتوبر، في ظل الخطط اللي طورها سموتريتش، بن غفير، كرعي، كل هاي المنظومة حكومة اليمين، كيف أثرت على الوضع على الأرض؟ طبعا أثرت بشكل كبير عنا. الدارج بالكلام ما بين الناس بالعملية دول إنه بعد 7 أكتوبر مش قبل 7، مش زي قبل 7 أكتوبر. على سبيل المنظومة الاستيطان في الضفة الغربية، ملاحظ أن الحكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير هي عبارة عن حكومة يمينية متطرفة ذات طابع أيديولوجي متطرف مجرمة. شرعت هاي الحكومة العديد من القوانين في الكنيسة، ما يسمى الكنيسة الإسرائيلي،
لتسهيل ضم والسيطرة على الضفة الغربية، مثل مثلا قانون التسوية بالقدس، تحويل الإدارة المدنية إلى مؤسسة تابعة للمالية، وتعيين سمدرش يتولى الأمور الإسكان والمستوطنات في الضفة قديش الغربية. خطير هذا الموضوع، موضوع تحديدا تحويل الإدارة المدنية إلى مؤسسة تابعة لوزارة المالية الإسرائيلية بسيطر عليها سموتريتش؟ شيء كبير، لأنه كانت هناك كان في بعض الإجراءات كانت تحتم، بما أنها تحت إدارة العسكرية والجيش الاحتلال، كان في بعض الإجراءات يعلن عنها للسيطرة على الأراضي. حاليا أصبح السيطرة على الأراضي سهلة جدا في ظل التسهيلات اللي منحها سموتريتش لقيادة المستوطنات، مجلس المستوطنات الضفة الغربية، وأصبح أن المستوطن تفرض واقع جديد والسيطرة على الأرض. وهذا بين معنا بشكل كبير من خلال ما أصبح يطلق عليه البؤر الرعوية، بحيث أنه البؤر الرعوية انتشرت في الضفة الغربية، وهي تسيطر على آلاف الدنومات من دون أي جهد ودون إصدار أي أوامر عسكرية. رح نحكي مطولا عن موضوع البؤر الرعوية لاحقا، بس كمان المواطن العادي قاعد بلاحظ توسع، خلينا نقول مسعور، في المستوطنات القائمة. يعني في الطريق خلينا نقول من رام الله لبيت لحم بتمرق عن جبع، بتمرق عن اللي هي مستوطنة آدم، بتمرق عن مستوطنة بسجات زيف، بتمرق عن معالي ودميم. نعم. ممكن حتى ذرايع الخليل تمرق عن أفراط وقوش عطس. في توسع رهيب، يعني بسجات زيف وصلت حزمة، اللي معالي ودميم دخلت على السواحل وأبو ديس. هذا التوسع كمان مرصود؟ أكيد. إحنا بمعهد أريج بنكون برصد والتوسع الإسرائيلي في المستوطنة الإسرائيلية من عام 1997 عن طريق تحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية. لاحظنا أنه هناك توسع بدا وتيرة متسارعة جدا، خصوصا بعد اتفاقية أوسلو. على سبيل المثال كانت مساحة المستوطنات في 93 تقريبا بنحكي مساحتها 100 كيلو متر مربع، 130 كيلو متر مربع، أي ما يشكل 2.5 أو أقل من مساحة الضفة الغربية. كان يتواجد في المستوطنات ما يقارب 500 ألف مستوطن بما فيها القدس الشرقية. حاليا بعد أوسلو في بداية 25 أصبح عندنا ما يقارب 200 مستوطن في الضفة الغربية، يسكنها ما يقارب 900 ألف مستوطن، تسيطر على 200 كيلو متر مربع وأكثر، أي تقريبا نحكي عن 4% من مساحة الضفة الغربية. أي أن الاستيطان من المستوطنين أضعاف تضاعفوا بعد اتفاقية أوسلو. شو السبب؟ السبب لأنه اتفاقية أوسلو ما حددوا 5 أشياء تكون للمرحلة الحل النهائي: المستوطنات، اللاجئين، مياه الحدود، القدس. فنص المستوطنات إنه إسرائيل لم تلتزم إنه عدم بناء مستوطنات جديدة أو توسع، وكانوا بذريعة ما يسمى بالتوسع الطبيعي أو النمو الطبيعي للمستوطنات الضفة الغربية، بينما الجاري له نمو طبيعي ولا شيء، هو عبارة عن هجمة شرسة ضمن سياسة منهجية يتبع الاحتلال بكافة حكوماته سواء اليمينية أو اليسارية، الهدف منه اللي هي سيطرة كاملة على الضفة الغربية. السؤال كمان حتى يعني بحكي حاليا الحركة اللي بتصير، التوسع على الشوارع الاستيطانية من أقصى شمال الضفة الغربية لأقصى الجنوب، في وتيرة متسارعة. هذا الكلام قديش كمان بيلعب دور في موضوع السيطرة والتوسع وحتى الضم؟ أكيد طبعا. عمل إسرائيل إلى إنشاء شبكة خاصة بالطرق الالتفافية أو ما يسمى الطرق الالتفافية والضفة الغربية. مصطلح الطرق الالتفافية ظهر عندنا بأوسلو. قديما كان بده يتنقل من القدس للخليل، كان يمر في وسط بيت لحم. هلا بعد اتفاقية أوسلو طلع انه مصطلح اللي هي الطرق الالتفافية حتى يتجنب المستوطنين الدخول للمدن الفلسطينية. نصت الاتفاقية على بناء طرق التفافية اللي هدف اللي هي الالتفاف على المدن الفلسطينية، ولها بند خاص في اتفاقية أوسلو. هاي الطرق الالتفافية يمنع استخدام الفلسطينيين أو حرم للشارع تقريبا 75 متر باتجاهين. الوتيرة ازدادت بعد 2000 بالطرق الالتفافية، أصبح عندنا حاليا في الضفة الغربية شبكة طرق الالتفافية الهدف منها 938 كيلو متر مربع طول، هدف منها خلق تواصل من الشمال لجنوب الضفة الغربية لمستوطنات الضفة للمستوطنين، ومن الشرق للغرب اللي ربط الضفة الغربية ومستوطنات الضفة الغربية بالأرض المحتلة عام 48. فلا بالدور الطرق الالتفافية بسياسة اللي هي الفصل والسيطرة على
حركة المواطنين في الضفة الغربية. ملاحظ حاليا بده يتنقل مثلا بيت لحم من ضمن جنوب الضفة الغربية لشمالها، إذا كان في عندك حاجز مغلق عن السماك، حاجز وادي النار اللي كونتينر بفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها. صحيح. فلعبت دور كبير في منظومة اللي هي السيطرة على الأرض الفلسطينية. من 7 أكتوبر لليوم نحكي عن سنتين تقريبا وأكثر شوي. كيف استغلت إسرائيل انشغال العالم وحتى المستوى السياسي الفلسطيني وكل الفلسطينيين في الحرب والعدوان الإسرائيلي والمقتلة في قطاع غزة، وضاعفت الاستيطان والشوارع وكل هاي القضايا اللي نحكي عنها؟ أكيد العين كلها كانت على غزة، وما بننكر شو حجم الدمار والمأساة اللي كانت في غزة، إلا أنها كانت تشتغل بصمت الضفة الغربية. وما حدث بالشقين على سبيل المثال، ما حدث في مخيم جنين ومخيم طول كرم تقريبا شبه ما حدث في بعض المناطق في غزة، ولكن لا حياة للمنتاج ولا مكترث، لأنه في عنا أهول وأعظم بغزة. من الناحية الأخرى اللي هي شق الطرق الجفافية وتوسيع الطرق الجفافية، المسافر ما بين شمال الضفة الغربية بلاحظ إنه في شبكة طرق أصبحت عبارة عن طرق كبيرة جدا تسيطر عليها إسرائيل بشكل تام، وتمنع الفلسطينيين من استخدامها وقت ما بدها من خلال البوابات الحديدية التي زرعتها بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر عندنا تم وضع ما يقارب 300 بوابة حديدية جديدة على كل مداخل وقرى الفلسطينية تقريبا. هاي البوابات هدفها لأنه إذا وضع بوابة ويغلقها ما في حاجة أن يكون عنده قوة عسكرية تحمي البوابة هاي، لأنه في عندهم نقص في الكوادر البشريه او الموارد البشريه في غزه وجنوب لبنان فكان يستعين بالبوابات هاي اللي لانه فيش قدره. وبالفعل هاي البوابات اثبت نجاعتها في لحد من تنقل المواطنين، عبء وضع عبء كبير على المواطن الفلسطيني، وكذلك خلقت نوع من البعد الاجتماعي بين المواطنين، لأن المواطن الفلسطيني أصبح لما بده ينتقل من قرية لقرية أو من مدينة لقرية مجاورة يحط في حسابه 1000 حساب إنه ممكن أقعد ساعة 60 في التنقل. السؤال إنه كمان حتى على الأرض في أبارتهايد، يعني في أكثر من منطقة في شوارع مسموح يستعملها الفلسطيني وممنوع وفي شوارع ممنوع يستعملها كمان. نعم، على سبيل المثال كان عندنا شارع 443 في الانتفاضة اللي كان مغلق نهائيا، شارع 90 كان مغلق نهائيا أمام الفلسطينيين. فمنظومة الطرق الجفافية كان الهدف منها، هم بيدعوا أنه يمكن الفلسطينيين يستخدمها. حاليا بعض الطرق نستخدمها، ولكن في أي بدواعي ما بيعتبروه أمني أو بحجة أمنية تغلق البوابات المؤدية للطرق الجفافية وتصبح هذه الطرق الجفافية فقط للمستوطنين. فالمستوطن المتنقل من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها بيتنقل خلال نص ساعة، بينما المواطن الفلسطيني إذا بده يمرق عبر شبكة الطرق الترابية أو الزراعية أو عبر الحواجز العسكرية ممكن تستخدمه 3-4 ساعات. هاي فعندنا في فصل عنصري في البنية التحتية. أصبح عندك هناك شبكتين طرق جفافية، خاصة واحدة للفلسطينيين وهي سيئة جدا وتكلفة كثيرة ومسافات طويلة، وشبكة حديثة جدا متطورة اللي هي شبكة اللي تخدم المستوطنين. السؤال آخر 5 سنوات تحديدا، أو خلينا أقول أحدد أكثر، منذ إنشاء حكومة اليمين نتنياهو سموتريتش بن كفير كرعي كل هذا اللوبي اليميني، قديش زاد الاستيطان في الضفة الغربية؟ الاستيطان زاد من خلال مخططات اللي تم طرحها في الضفة الغربية. العديد من المخططات تم على مستوى الضفة الغربية بشكل عام ومنطقة بيت لحم والقدس بشكل خاص. بنلاحظ انه الهدف كان مستوطن طرح اللي هي في كان كثير من العطاءات والمخططات الاستيطانية موجودة في على أدراج الحكومات السابقة، وكان بالضغط أمريكي وأوروبي وعالمي. وكان وأكبر مثال على هاي هذول إيوان. إيوان كلنا عارفين إنه مخطط من سنة التسعينات العام الماضي القرن الماضي، وأكثر من مرة قالوا بدنا نبلش في الإيوان وبلشوا بالبنية التحتية، وكان ضغط أمريكان لأنه في بدهم يمشوا عملية السلام دول وقفوا. إيوان هي عبارة عن بشكل رصاصة أخيرة في نعش الدولة الفلسطينية. نعم صحيح. لماذا؟ لأن هي بتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وفي حال قيام إيوان وربط معالي الأدمين. طب الهدف إيوان اللي هي ربط معالي الأدمين بالقدس وشمال القدس، وبالتالي عمل حزام مستوطنات كامل من شرق القدس، وبالتالي عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها،
وهذا يمنع قيام دولة فلسطينية مستدامة متواصلة جغرافيا، مش مواصلتيا، جغرافيا. ناهيك عن موضوع العاصمة بينتهي نهائيا. أكيد ما فيش العاصمة يعني حتى أبو ديس والعزرية والسواحل بطل يزبط تصير أصبحت أحيانا مكتظة جدا كالمخيمات الفلسطينية، وهذا لأنه في كثير هجرة من داخل القدس لهي الأحيان نتيجة إنه فيش بناء أو توسع بنائي. نعم صحيح. بلين 1 إذا ما تم تطبيقها بشكل نهائي يعني، والحديث كمان خلينا نقول بتطور. البداية كانت على الربط مع الأدوميم في شمال القدس، نعم، اللي هي عن طريق منطقة الزعيم ومنطقة باب الشمس، اللي فترة من الفترات شهدت واحدة من خلينا نقول من تظاهرات ومبادرات المقاومة الشعبية الفلسطينية. بس الآن كمان يدور الحديث على ربط مع الأدوميم في كيدار في هار حماه. يعني بده يصير كمان حزام استيطاني من منطقة الزعيم يلف على منطقة جنوب القدس اللي هي منطقة هار حماه وبيت جالة، وبعدين لاحقا المخرور والولجة وإلى آخره. كل هذا الموضوع ما بنقدر نربطه في مخططات القدس الكبرى اللي هم أصلا بيحكوا فيها من سنوات طويلة. أكيد بنلاحظ إنه القدس حاليا محاطة بأحزمة استيطان من الشرق مع الأدوميم، من الشمال قبعة الزئيب، من الجنوب اللي حار حومة اللي جبل أبو غنيم وقيلو. حاليا بوسعوا إنه يكون في كمان حزام آخر باتجاه الشرق اللي زي ما حكيت توسع مع الأدوميم لمشهور أدوميم، وبتطلع اللي هي بتربط إيوان وشمال مدينة القدس. طبعا الهدف منه حتى يمنع الفلسطينيين من وصول لمدينة القدس. طبعا يرافق هاي اللي هي مخططات الطرق في هاي المنطقة اللي ذكرتها أنت. في عندنا مخطط طريق اسمه رقم 80. هذا الهدف إنه ربط جنوب الضفة الغربية الشمالية دون وصول لمنطقة العزارية والزعيم والمناطق هاي. هذا تم هذا اللي هو خلينا بس هذه نقطة مهمة جدا. هو شارع 80 اللي هو الشارع المخطط لإزاحة طريق الضفة جنوب الضفة الغربية اللي هو الطريق الطبيعي اللي هو بمر من أبو ديس والسواحل اللي هو بمر الآن من منطقة الكونتينر، وإزاحته شرقا إلى منطقة البحر الميت والنبي موسى. صح؟ نعم صحيح. والبتلاحظ اللي بيأكد هذا الحكي اللي ما يحصل في الخان الأحمر وتهديد تهجير الخان الأحمر. لماذا؟ لأنه الخان إذا آخر مواقع بدوية موجودة في منطقة الخان الأحمر صحيح. تم تفريغها. بتلاحظ إنه من القدس لشمال ريحة وجنوب ريحة ما في أي تجمع بدوي في هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت هذه المنطقة تربة خصبة للاستيطان والتوسطاني. وحتى يضمن انه عدم الفلسطينيين وصولها للمنطقه تم اللي مخطط شارع اللي هي 80 اللي هي ازاحته للشرق وتوجه الحركه التنقل ما بين جنوب ضفغيه وشمالها عن طريق النبي موسى، ومن ثم عن طريق ريحه ومعرجات ورجع الى رام الله. وهو اصلا ببلش من بيت لحم من منطقه. نعم صحيح. كمان في ما هو بلش بريت لحم، لكن حتى يربط جنوب الضفه في كمان عندك مخطط اسمه شارع جوش عصيون البحر الميت. في شارع بربط من منطقة جوش عصيون اللي هي جنوب بيت لحم اللي ما بيت لحم والخليل للبحر الميت لخط السعيد. هذا بده يجي من برية بني نعيم. نعم صحيح، بني نعيم وكيسان والمناطق هاي الهدف انه كمان حركة تنقل المواطنين من جنوب الضفة الغربية لريحة تكون خلال هاي ما وهاي زي ما تفضلت انه الهدف اللي القدس الكبرى، انه القدس الكبرى بتعني ضم منطقة جوش عصيون كاملة، وضم جوش عصيون معناته ما بده حركة اي مواطن فلسطيني يدخل عليها. خط 60 اللي احنا حاليا بنستخدمه كفلسطينيين راح يمنع استخدامه. بال2000 منعوا استخدام بالانتفاضة الأولى وغلقات 2000 منعوا الفلسطينيين استخدام شارع 60 صحيح. وحاولوا يخلوا الفلسطينيين يأخذ تصريح يتوجه للإدارة المدنية للحصول على تصريح حتى يتنقل على شارع 60، ولكن المقاومة الشعبية والرفض الفلسطيني هذاك الوقت أفشل هاي الخطة. ولكن المخطط القدس الكبرى وهي نعم يسعون إلى ضم جوش عصيون ومنعنا من استخدام الطرق الجوية اللي حاليا هم بيشتغلوا عليها بوتيرة عالية جدا. بما أنك تحدثت عن المقاومة الشعبية الفلسطينية، الآن ما يجري أضعاف ما جرى في الانتفاضة الثانية وما جرى حتى خلال سنوات طويلة لاحقة. فلسطينيا شو بنسوي احنا؟ بدناش نجلد نفسنا بزيادة عن اللزوم، لكن احنا فيش عندنا إمكانيات. يعني نلاحظ انه حتى بعد 7 أكتوبر المقاومة الشعبية خفت كثير طيب. لانه صارت تشكل عبء كثير وخطر كثير على المواطن الفلسطيني بصراحة. ما يحدث اكبر من بصراحة. لا مش بس على صعيد المقاومة، مش في عندنا قيادة وفي عندنا احزاب وفي عندنا جمعيات وفي عندنا مجتمع مدني. نعم صحيح.
في عندنا المجتمع المدني، شو في عندنا بنقدر القيادة نساوي؟ طب الفلسطينية. بلاش نقول شو سوينا. ما هو احنا اصلا لسه احنا بيننا وبين بعض مختلفين. مم. انا بقدرش اروح بدي اوجه السياسات لمقاومه الاستطلاعات واحنا بين بعض مختلفين، انه شو بدنا نوع المقاومه، شعبيه مسلحه، شغلات هاي لسه احنا ما بيننا كمجتمع فلسطيني مش متفقين على نهج المقاومه اللي بنشتغل فيه. بندعو المقاومه السلميه. طيب لما نحكي مقاومه سلميه، شو بنعني المقاومه السلميه؟ شو ممكن تجدي المقاومه السلميه لما طب بدي حتى انزل؟ على صعيد الإعلام والتحرك الدبلوماسي، أنت شايف كمتابع وباحث في مجال الاستيطان والخرائط وكل هذا الموضوع، شايف إنه إحنا حتى حراكنا الدبلوماسي الفلسطيني يرتقي الجرافات اللي بتاكل في الأرض قاعدة في الميدان. إحنا في العالم على صعيد التحرك الدبلوماسي والإعلامي كقيادة كفصائل حتى كمؤسسات، هل شايفه يرتقي؟ لا بصراحه لا، يعني ما حدث في غزه وشفنا التحرك الدبلوماسي مضبوط، صار تحرك دبلوماسي ولكن مش بالمستوى المطلوب. حتى على مستوى المؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية اللي كانت هون لم يكن هناك تحرك بما هو متطلع له بالنسبة اللي صار دول. ولكن هناك دعني لا نقول هناك أصبح هناك تحرك شعبي رأي عالمي جديد يمكن استغلاله. كيف بدنا نستغله؟ في رأي عالمي جديد، المدن العواصم نعم. تكتظ بداعمي القضية الفلسطينية. اليوم أي شيء فلسطيني يلقى خلينا نقول بترحاب ودعم عالمي منقطع النظير. إحنا الآن هدأت إن شاء الله بتظل هادئة الحرب والعدوان على قطاع غزة، لكن المقتلة الخفية اللي بتصير في الضفة الغربية، نعم عملية صحيح. الإبادة الجغرافية خلينا أسميها بين قوسين اللي في الضفة الغربية مستمرة. إحنا كفلسطينيين من أعلى هرم القيادة لأصغر خلينا نقول ناشط أو صحفي أو إعلامي أو باحث، كيف ممكن نستغل هذا الموضوع؟ الزخم اللي وجد في هاي الفترة بعد 7 أكتوبر لازم نوجهه لما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات مستوطنين، وفي تجاوب كثير في الرأي العالمي لما يحصل في اعتداءات المستوطنين. صحيح. وما يعكس اعتداءات المستوطنين من وحشية وإجرام خصوصا على المواطنين المدنيين عزل من السلاح. يعني شفت هذا الأسبوع أكثر من 10 حوادث نعم ضد ناس بيقطفوا زيتون وضد نساء كمان صحيح. وعجائز انه المستوطنين بصوره وحشيه بيقوموا بضرب النساء والاطفال اللي من اجل قطف الزيتون تحت حمايه الجيش الاسرائيلي. هلا التعاطف المجتمع الدولي او الشعوب الاوروبيه والمجتمع الدولي حول هاي القضيه لازم نجنده، لازم يكون في عندنا تجنيد، تركيز تصعيد عليه حتى نرقى انه هاي التعاطف يأثر على الحكومات كما حصل. يعني المواقف اللي وصلت في اسبانيا على سبيل المثال كانت ممتازه جدا. نعم مقتضى كثير عن مواقف الدول العربيه. هلا في عندنا لازم نتوجه هذا كمان ضغط على التوجه للمنظمات الدوليه، منظمه العفو الدوليه، منظمه المحكمه الجنائيه، نرفع قضايا الاستيطان والتهجير اللي بيصير في الضفه الغربيه لهي المناطق. عندنا في لاحظ في شغله ممكن ما حدا ركز عليها كثير، بعد 7 أكتوبر 23 لغاية الآن تم تهجير ما يقارب 37 تجمع بدوي من الأغوار. هذا مهم. طبعا دول 37 تجمع تطهير عرقي يعني مستمر، تطهير عرقي وبكون نقطعي، لأنه المواطن الفلسطيني لما كان يجابه الجيش يقدر يجابه الجيش، حاليا ما بيقدر يجابه الجيش والمستوطن. والسياسه اللي اتبعها بن غفير لتسليح المستوطنين صحيح. اثرت كثير على قوه المستوطن على الارض، بحيث انه المستوطن هو نفسه جندي بيكون وفي الليل بيكون بسلاح ونفس السلاح اللي كان جندي بيكون بينزل يسوي ترهيب وتخويف للمواطنين في الضفه الغربيه. استاذ عيسى، خلينا نقول انه هذا الموضوع ارتبط في موجه كبيره جدا سريعه جدا من الاستيطان الرعوي في كل المناطق في الضفه الغربيه، تحديدا المناطق المحيطه في مدينه القدس، خلينا نقول شرق رام الله، غرب أريحة، جنوب شرق القدس، شرق بيت لحم. كل هاي المناطق شهدت وجود استيطان رعوي كثيف، مستوطن مع 4-5 غنمات، مستوطن مع بقرتين، وبالعادة العدد لا يتجاوز 1 2 3. بتمد له إسرائيل شبكة طرق، بتمد له كهرباء، بتمد له مي، ووظيفته هو أنه يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من هاي المناطق اللي هي أصلا مصنفة مناطق جيم. يعني المفروض أنه مصادر نقدر احنا نستغلها كمزارعين. هذا الاستيطان كيف بتقيم خلينا نقول وتيرته خلال السنوات القادمة؟ هاي أداة جديدة اشتغل عليها بن غفير في الضفة الغربية ودعم المستوطنين، بحيث زي ما تفضلت حكيت انه عبارة عن خيمة أو مزرعة فيها رأس بقرة أو رأسين من الأغنام. أصبح يزود هذا المستوطن بطيار درون
اللي يراقب المساحات اللي حواليه، وكمان بجياب دفع عرابي، سيارات دفع عرابي حتى يقدر يطارد الرعيان الفلسطينيين صحيح. في هاي المنطقة. هاي المناطق كانت مفتوحة إلنا للرعي. هل حاليا أصبحت كثير من هاي المناطق غير إنها مغلقة علينا، أصبحت تشكل خطر على حياة المواطنين، بحيث إنه كان إذا عندك المواطن الفلسطيني اللي يستخدم هاي للرعي أصبح يتعرض للانتهاكات والضرب وأحيانا قتل من قبل المستوطنين لهي الشغلة. وهي عبارة عن بنحكي هاي الظاهرة بلشت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر أكيد 23. المستوطن تجاوز كل الخطوط الحمراء. بالضبط، لأنه أصبح هو الحكومة وفش عنده راجع، ولا بالعكس الحكومة تدعمه والجيش بدعمه، وفي كمان دعم مالي ومادي ومعنوي للمستوطنات دول. هاي البؤر الصهيونية احنا تقريبا تم رصد أكثر من 100 بؤرة صهيونية رعوية في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر. هاي تسيطر على مئات الآلاف من الدنومات الفلسطينية بدون أي أمر عسكري. بعدين كمان حتى يعني هي الفكرة مش انه بس بيجي المستوطن، يعني خلينا نقول مثال، وانت نازل من أريحة على رام الله اذا نزلت عن طريق المعرجات كان في عشرات التجمعات البدوية. نعم صحيح. اجى هذا المستوطن اللي هو راعي الابقار اللي موجود، بتصور الكل صار يعرفه لانه صار عنوان للارهاب اللي موجود هناك. كيف قدر انه يعني شهود عيان قالوا انه نفس المستوطن جاب جرافة وهو قام بتجريف الغرف اللي كانوا فيها التجمعات البدوية. كيف وصل المستوطنين لهي الجرأة؟ طبعا لأنه الحكومة اللي هي المسؤولة عنه هي حكومة المستوطنين موجودة عندنا، حكومة يمين متطرفة ذات أيديولوجية متطرفة أدت تشجيعهم، هي شجعت المسلمين القيام بالأعمال الإجرامية اللي بيكون فيها ضد الغربية. وزي ما تفضلت أنت كل التجمعات البدوية تم تهجير مش من الجيش، كان سابقا يطلع الجيش الاحتلال انه امر باخلاءها لساعات معينه لانه في عنده تدريبات عسكريه، وثم يعود المواطنين على هاي التجمعات. ولكن حاليا المواطنين ما بيقدروا يرجعوا لانه تم تهجيرهم وتهديدهم من قبل المستوطنين. في بعض المناطق اللي تم اخلاها طلع قرار، نجحت بعض المؤسسات المجتمع المدني مع حقوق الإنسان دول اللي هو إصدار قرار لعودة هاي المواطنين للتجمعات اللي تم تهجيرها. ولكن المواطن رجع أول مرة، رجع المستوطن بالليل كمان هدوا له هدول، فالمواطن بيقول لك أنا ما بقدر أرجع، بدي حد يحميني المستوطن. فهلا اللي بصير عندنا على أرض الواقع إنه عنف مستوطنين، انه اصبح المستوطنين في الضفه ذراع من اذرع الاحتلال اللي بيستخدمه جيش الاحتلال الاسرائيلي لفرض السيطره وترهيب المواطنين. في كمان حوادث سرقة أغنام، يعني المستوطنين بيجوا على الرعاة، بيجوا على المزارعين الفلسطينيين كمان بيسرقوا أغنامهم، وثالث يوم رابع يوم المواطن بيشوف غنماته مع المستوطن ما بيقدرش يسوي إشي. هذا الإشي في معهد أريج في ترصدوا؟ نعم صحيح. يعني في عندك مثلا اكثر كثير من المناطق اللي صار في منطقه المنيا وكيسان في محافظه بيت لحم شرق بيت لحم، ياتي المستوطنين في نص الليل على ما يسمى زريبه الغنم، بيحمل هالاغنام وبيطلع فيها، او بتلاقي بوجد راعي بيرعى في الاغنام بضرب الراعي وبيهدد حياته الخطر، بيسحب القطيع الاغنام وبروح فيه. المواطن الفلسطيني اكثر ما بيروح بيقدم على الارتباط المدني شكوى دول، ولكن في الشكوى تسترد اغنام دول. الجرأة صفت المستوطن انه بالليل يكون بمداهمة التجمعات البدوية وحرقها زي ما تفضلت، ويكون معه آليات للتدمير هذولا، وطبعا مرافقة الجيش. وفي حال قام المواطن الفلسطيني بالتصدي لهي المقاومة هاي، لكن الجيش انه قمع المواطن قبل المستوطن. اخر شيء بدي احكي فيه في هذا المحور، المنطقه الواقعه اللي هي انت قلت انه راح يجي فيها اللي هو شارع 80 الجديد اللي هو راح يربط شمال الضفه في جنوبها. المنطقه خلينا نقول من شرق القدس من الكونتينر حتى البحر الميت، وانت كمان بتتكلم عن انه هذه منطقه فيها موارد طبيعيه، وهي المنطقه كان المفروض انه تسيطر عليها السلطه، وكان حتى في الحلول اللي كانت يتم طرح انشاء مطار وانشاء مدينه نعم. فلسطينيه جديده في هذه المنطقه. الان في هاي المنطقه تحديدا في حركه استيطانيه قويه جدا 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 في هاي المنطقة، وصولا لحتى موضوع منطقة البحر الميت. اللي بدي أسأله في هذا الموضوع، إسرائيل تدعم مستوطنيها، تدعم الاستيطان الرعوي، تدعم الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. فلسطينيا شو خطتنا لمواجهة هاي الأمور؟ خطة بسيطة جدا، إمكانيات بسيطة جدا. إحنا بنعمل على دعم المناطق المهمشة في هاي المناطق، سواء إحنا أو كثير من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة في مجال الزراعة وشغلات. بس مهما كان هاي ما بترقى للهجمة الشرسة اللي بيكون فيها المستوطنين. يعني أنت بتقدر تزود المزارع بأعلاف جديد، أو مثلا
بماكينات تحسين حلب الأغنام أو تصنيع الجبنة، أو وضع زراعة بعض المنتوجات بالمناطق. احنا كنا نعمل شو نعمل، نزود الرعيان بزراعة المناطق المفتوحة هاي، مثلا بزراعة البرسيم أو الشعير، هذول حتى أو الكرسان حتى تستخدم للرعي، ولكن حاليا صعب جدا. وكل اللي يجند حاليا في لمقاومة هاي الهجمة لا يضاهي 1% من اللي يتم تجهيزه من قبل الاحتلال للهجمة نفسها. أستاذ عيسى، على صعيد سياسي، احنا في عندنا مشروع وطني المفروض من 1993، الاستيطان تضاعف ضعفين وثلاثة أضعاف من 93 لليوم. تطبيق مخططات زي إبلين 1، الرسم الحزام الاستيطاني في محيط القدس، يعني إطلاق رصاصة رحمة على مشروعنا الوطني اللي له تقريبا 32 سنة. نعم. السؤال على مستوى الرسمي الفلسطيني، مش المطلوب يكون في وقفة جادة، وقفة واضحة ضد تدمير إشي السلطة بحد ذاتها قائمة على المشروع اللي أقيم اللي بدأ مش في 1993؟ طب ما إذا إسرائيل تقول لك لا أوسلو، ما ظلش أوسلو. احنا أوسلو توقع ب 93، كان بعد 5 سنوات لازم يكون عندنا تقريبا 95% من مساحة الضفة الغربية تبع السلطة الفلسطينية. هاي زي ما تفضلت لنا 30 سنة ولسه احنا منطقة ألف اللي كانت المنطقة هي أصبحت منتهكة للاحتلال الإسرائيلي. مخيم جنين في نص منطقة ألف، مخيم طول كريم في نص منطقة ألف. صحيح. يتم تدميرها، بيتم الاحتلال الإسرائيلي بدخل بيعتقل وبقتل وبيدمر وبيهد بيوت في نص منطقة ألف. فإنه ما في عندنا سيطرة فعلية على الأرض، ما في عندنا إشي اسمه مشروع أوسلو. أنا بعتقد إنه المشروع أوسلو بحد ذاته لو استمر وطبق كان ممكن يكون في بعض الإنجازات، ولكن ما في شيء صار. يعني هينا 30 سنة من راوح حالنا، بالعكس احنا بنرجع لورا. زي ما تفضلت إن كان الاستيطان زاد، عدد المستوطنين زاد بالضفة الغربية، أصبح ما يقارب 1,000,000. مخططات القدس الكبرى اللي بنحكي عن عاصمة دولة فلسطين أصبحت شبه انتهت على أرض الواقع. وصولك للقدس كثير في عنا أجيال، يعني عندنا جيل فلسطيني كامل ما شافش القدس. صحيح. تحكي عن القدس يعني أنا أذكر إنه زمان إنه كان كل أسبوع وكل شهر تطلع رحلة على المسجد الأقصى، تطلع رحلة على كنيسة القيامة، تلف في شوارع القدس. حاليا جيل كامل ما شافش البحر ولا شاف القدس. وحتى إذا طبق مشروع شارع 80 وإزاحة طريق الضفة الغربية ما في الجنوب قدس والشمال، حتى مشاهدة القدس أو قبة الصخرة وأنت مارك من العبادية اللي هي صارت زي مزار، بالضبط. حتى هاي شيء هاي بالضبط. هاي بقول لك اياها. احنا كثير بتلاحظ اللي بيسافر ما بين بيت لحم ورام الله، عندنا منطقة اللي هي منطقة العبيدية عند دير بن عبيد، بتلاقي هناك كثير من الاهالي بيحضروا اطفالهم عشان يشوفوا قبة الصخرة كيف تلمع عند العصر دول، هي قبة الصخرة، لانه احنا ما شفناهاش حقيقة لاطفالنا في هاي الموضوع. هاي كمان هذا له اثر نفسي على من ناحية ايديولوجية، انه حتى الاحتلال بيشتغل على هذا الموضوع، انه حتى الجيل الجديد شوف القدس ما يشوفها. طبعا اكيد، وبيلعب كثير على تغيير معالم القدس. يعني شو بيعمل؟ غير اسماء الاحياء بالقدس العربيه اسماء، واعطى عربنه المسويه، اعطى اسماء عبريه للشوارع بالقدس، عبرنه الاسماء بالضبط، عبرنه الاسماء دول. فاصبح انه بدل ما تحكي انه بدي انزل على حي المصارى، في عندك شيء جديد صار بوابه القدس، او شارع يافا او بوابه الخليل صار عنده النيو جيت البوابه. يعني كثير يشتغل عليه بحيث انه الجيل الحالي ما ترسل مخه لي المصرارة وشارع صلاح الدين. الحين نادرا نسمع شارع صلاح الدين. يعني بما انه كمان في معركة وعي، والإسرائيلي بيشتغل على كي وعي جيلنا الجديد وحتى تهويده في مناطق ما زي القدس ومحيطها، احنا كمجتمع مدني فلسطيني شو ممكن نعمل اشي مضاد على صعيد الوعي تحديدا؟ أنا بلاحظ إنه كل ما بنصل لمرحلة إنه بالفعل إنه بنحس إنه الاحتلال نجح في تغييب الوعي أو طمس الفكر الفلسطيني أو التاريخ الفلسطيني في الجيل الجديد. بنلاحظ بتحدث عندنا حادثة بتجدد الوعي، بتعطي نشاط، بتعطي قوة للمؤسسات المجتمعية لتجديد الوعي المصري من خلال البوسترات، من خلال النشاطات الاجتماعية، من خلال المسرح. فبنلاحظ أن الوعي الفلسطيني عندنا وعي متجدد، نستغل كل حادثة وكل مأساة بنعيشها اللي بنعاود نجدد الوعي الفلسطيني. وكثير من المؤسسات الثقافية والمساعدة بتشتغل على الوعي هاي ولها دور كبير،
واللي بلاحظ انه اطفال المدارس خصوصا بعد حرب الاباده في غزه انه صار كثير وعي بالفلسطيني عن الارض وعن الحقوق. بطلنا نحكي عن ملتزمات او شو بيلزمنا، صرنا نحكي عن حقوق وواجبات إلنا. حقوق يعني مش انا مثلا بيلزمني حريه التنقل، لا انا لي حق في التنقل. فاصبح ان الوعي متجدد، وان شاء الله بضل متجدد على اللي بصير في العالم. الحكي اللي بيصير عن موضوع الاستيطان في غزة قديش قريب من الواقع؟ من وجهة نظري صعب جدا، ما صدقوا ما يطلعوا من غزة. وتكلفة انه يعيد استيطان غزة تكلفة عالية جدا جاء الاحتلال، وفي معارضة دولية وبعد اللي صار دول. ولكن اخشى ما اخشاه لي تطبيق خطة المنطقة العازلة في غزة. نلاحظ انه حاليا ما يحدث لي انسحاب تدريجي لبعض محاور من غزة، ولكن في عنا حسب اوسلو في عنا انشاء منطقة عازلة في غزة. هلا اسرائيل بتقول لك انا مش راح اطلع من غزه ومن غزه بدي اضل في غزه. المنطقه اللي بيحكوا عنها اللي هي منطقه عازله في غزه تشكل تقريبا 25% من مساحه غزه. فانه اعاده استيطان في غزه انا استبعد، ولكنه هل يبقى يسيطر على قطاع غزه من خلال المعابر ومن خلال منطقه العازله؟ نعم، هذا شيء اكيد. البوابات والحواجز قديش الاحتلال حاول يجعلها أمر واقع في الضفة؟ فرض وسيطر. البوابات والحواجز كانت بداية 2000 وانتهت 2000 إلى هدف اللي قسمت الضفة الغربية لكانتونات معزل ل 64 كانتون معزل. كان الهدف منها منع التنقل ما بين الأرياف والمدن، ومنع التنقل ما بين المدن والضفة الغربية، ومنع وصول الفلسطينيين للشوارع أو طرق الالتفافية. هاي كان هدفها. وكان قديش عددها عندنا؟ كان لا تتجاوز 300 حاجز بكل انواعها، من سواتر ترابيه، مكعبات اسمنتيه، بوابات حديه، او حواجز عسكريه. حاليا في عندنا اكثر من 1000 حاجز عسكري في الضفه الغربيه بشتى الاعوان. حواجز عسكريه بتفصل الضفه الغربيه شمال عن جنوب، زي حاجز الزعتره وحاجز الحمراء وحاجز الكونتينر وغوش عصيون بشكل عام اللي بيمتد على خط 90 وخط 60. وعندنا كمان السواتر الترابية والمكعبات اللي بتغلق الممرات الترابية والطرق الزراعية. وحاليا ظهر بشكل كبير البوابات الحديدية اللي وضع على جميع مداخل ومخارج الضفة الغربية. فهي أصبحت تعتبر عقاب جماعي للفلسطينيين يساعد بعده. كمان تقطيع أوصال الضفة الغربية، بالإضافة إلى أثر اجتماعي، لأن المواطن صار أصبح يحسب إذا بده يروح يزور أخ له أو صديق أو من قرية لقرية يحسب الحساب، لأنه أثر كثير علينا في التنقل. ناهيك عن التكلفة الاقتصادية بالنسبة لنقل البضائع كمان، وكمان بالنسبة للنقل المواصلات، لأنه أحيانا بكون عندك الطرق مغلقة بتضطر تأخذ إنه السيرفيس أو التاكسي العمومي يحتاج إلى التنقل عن طرق بوعر الشبيه دول، وهيك بتزيد تكلفة على المواطن. والمواطن ما يعني راي المواقف راح ياكل الهواء، سواء عن طريق التكلفة الاقتصادية أو الجهد والوقت اللي راح ياخذه، بالإضافة للعبء النفسي اللي بتخلقه هاي الحواجز على المواطن. شو اللي بحاول الاحتلال يجسده أو يطبقه من خلال ربط بوابات معينة بساعات معينة؟ يعني مثلا بيت إيل بيفتح من 9 ل 4، عش غراب بيفتح من 8 ل 8. شو اللي بيحاول يأسس؟ طبعا هو بيقول لك حجة أمنية بما يسمى الحجة الأمنية، ولكن مش هو بده يقول لك كمواطن مصري أنا موجود هون، أنا بتحكم في سير حياتك، حتى حياتك اليومية بدك تدخل على قريتك وتطلع أنا بتحكم فيها. فبنلاحظ إنه بتتبع السياسة هاي وما بعطيك ساعات محددة، بتلاقي إنه الجندي أو الضابط المسؤول هو بيتحكم فيها. فبتمرق عن الحاجز أو البوابة هاي بتلاقيها فاتحة، بعد 5 دقائق بدك تلف وترجع بتلاقيها مغلقة. واغلاقها مش يقول لك سكرت الساعه 90، بسكرها وبروح الجندي وبترك اللي هذول، لما يجي على باله يفتح بعد ساعتين 3 دول. فالهدف انه يثبت انه انا موجود، انا بتحكم بحياتك، انا اللي الناهي والامر في هاي الارض الفلسطينيه واللي بدي بسوي. بدي احكي اخر اشي عن موضوع الضم اللي صار في منطقة شمال غرب القدس، ضم بتكسن بسمويل حي الخلايلة، بتحكي عن آلاف الفلسطينيين. هاي الخطوة شو بتعني؟ طبعا الضم هاي المنطقه اللي هي اجت لانها اصبحت خلف الجدار. عندنا الجدار الممتد من شمال الضفه الغربيه لجنوب، بلشوا العمل بال2000 هو الجدار. بنحكي اذا في حال اكتماله راح يمتد من الشمال للضفه للبحر الميت، راح يعزل خلفه ما يقارب 13% من مساحه الضفه الغربيه جوا خلف الجدار. في بعض القرى، في بعض المحافظات في قرى عزلت خلف الجدار
وتم وضع بوابة بالجدار بأوقات معينة تفتح، وأعطي سكان هذه القرى تصريح خاص للدخول والخروج عبر إنه منطقة تماس بالضبط منطقة تماس، مثل بيتك زي ما تفضلت وخيله. كمان في بيت العين الخاص منطقة النعمان، بحيث انه اي مواطن مش موجود في هويته منطقة النعمان ما يستطيعش يدخل. حتى سيارة الاسعاف اذا بتدخل على القرية لازم تنسيق امني وتحط اسمها هدول على الجدار. فالهدف منه اللي هي عزل هاي المناطق، السيطرة عليها، كمان تنغيص هذه اللي هي تؤدي بحيث انه المواطن اللي بحاجة لخدمات طبية وتعليمية هدول بقول لك انا شو اللي داخل هيك بضطر استاجر برا اللي عايش برا، وهيك بصير عندك انه المواطنين اللي عنده خدمات بحتاج دوب انه يكون يضطر انه مثلا بيت يكسب بده يروح على رام الله او في الخاص بس بده هي يروح. بيتكسا فعليا ظلت في شقة الضفة، ما ضمها الجدار جوا، بس عليها حاجز. بس عليه حاجز بوابة. صحيح. بس معظم اراضي بيت اكس الزراعية خلف الجدار. صحيح. وفي بوابة على الجدار، اذا انت مقاومة بيكس بدك تدخل تقطف الزيتون او تزرع هاي بعطوك تصريح مؤقتة للدخول لهي البوابة فقط. فهو كمان سيطرة على الارض من غير ما يكون لك اي امر. وهي صفت اوامر اللي هي بسموها منطقة السيمز ومنطقة العزل اللي خلف الجدار. وهي المنطقة فيها كثير اراضي زراعية وابار مياه وينبيع مياه. هاي الخطوة ممكن تتبعها خطوات ثانية لضم مناطق أخرى؟ أكيد. يعني إذا اشتغل على منطقة ضم معالي دوميم، بيحكي عن منطقة جوش عصيون الكبرى، والأكبر من هيك صار يحكي عن ضم منطقة سي بشكل كامل. الحديث عن بيت لحم عفوا معالي دوميم تحديدا، وربطها في هار حماة في جبل أبو غنيم من جهة، وفي خلينا نقول في شمال القدس من جهة ثانية. هذا يعني خلينا نقول ضم لثلاث قرى اللي هي سواحل أبو ديس والعزرية، اللي هي فعليا كانت حتى يعني مشروع عاصمة بديلة للدولة الفلسطينية. يعني حتى البديل إن قبل في المفاوض الفلسطيني بطل موجود. مو حتى هو بده يضم، بس مش راح يضم القرى هاي، راح يعمل لك طرق أو أنفاق عليها تتنقل بوابات. عليها بوابات. هذول هو راح يضم الأراضي الفارغة لأنه بيحتاج الأرض للتوسع الاستيطاني والإشارات. فهذا كمان راح يلغي فكرة مشروع المطار. كان في منطقة البقيع بده يسوي عندنا في بيت لحم، كان مخططات اللي منه مطار بديل عن مطار قلنديا. هي منطقة البقيع هاي تبع للقدس مش هاي المنطقة تسمى برية القدس. بتم من شرق القدس. عشان هاي البقيع أرض السواحل بالضبط. نعم. هي الأراضي بتأخذ من محافظة القدس وبيت لحم والخليل. هاي كلها السوفة الشرقية اللي مركز عليها الاحتلال. هاي وكمان إنها مشاطة للبحر الميت. نعرف إن البحر الميت حسب محافظة بيت لحم والخليل بتمتد حدودها للبحر الميت، وبالتالي إحنا من جهة التعامل بالضبط إحنا تم لا الغاء وصولنا للبحر الميت. ما نقدرش نصل ميت. البحر الميت حسب الاتفاقية إذا كان جزء منه إنما البحر الميت تقريبا 194 كيلو متر مربع. هذا يكون حسب وصول الفلسطينيين. إذا تم السيطرة على البحر الميت أكيد المنتجعات السياحية والمشاريع السياحية الاستثمار يكون بصير عندك كثير. وكان مخطط هي الشغلات هاي بتدر عائد كثير على الفلسطينيين. إذا تم السيطرة على موارد البحر الميت والمشاريع الاستثمارية في البحر الميت والموارد الطبيعية في منطقة سي، إحنا كدولة فلسطينية إذا قامت نحتاج أي دعم أوروبي أو خارجي من خلال الموارد الطبيعية وجود عندنا والبحر الميت نقدر نقوم بتغطية حالنا لحالنا. في كمان قرى هناك مخططات لمسحها بالكامل، زي مثلا قرية النعمان اللي في شرق بيت لحم. هذا الموضوع قديش خطير؟ يعني هذا مش بس هذا إبادة كمان. أكيد. عملوا بالسبع سنين قبل، عملوا بيال وعنواس وبيت نوبة نفس القصة وهجرهم ودمرهم. هلا الخاص عنده مساحة أراضي ما يقارب 5000 دونم. هاي الأراضي من 67 لم يتم بناء بيت واحد في منطقة الخاص لأنه ممنوع. حاليا ضموهن لبلدية القدس. طبعا بلدية القدس توسعت وبشكل حادي، شملت وادي الحمص، شملت الخاص، وشملت أراضي سورباهر ومطوباي وجزء من الولجة. تقريبا بلدية القدس أخذت ما يقارب 18,000 دونم من منطقة بيت لحم وضمتها بالقدس. وهي ضم غير شرعي وحدي جابت عنه. هلا بتسعى انه تضم هاي الاراضي. ليش؟ لانها فاضيه، بدها تاخذ الارض من غير سكان. الولجه بتضم في الاراضي وبنت جدار حوالين المناطق السكنيه واخذت كل اراضي الولجه الفارغه. فالهدف منه هي السيطره على اكبر ممكن من الاراضي الفارغه لاستغلال البناء الاستيطاني. وفي الولجه عندنا في عنده مخطط قفعات يائل.
هذا بده يبنوه تقريبا 3500 وحده سكنيه عشان بدون يربط فيه، القيلو في المالحة. بيربط القيلو بمالحه ويربط كمان خط على منطقه المخرور وبالتالي قوش عصيون. فالسعي لضم اراضي بدون مواطنين. هو الوضع جدا خلينا نقول سوداوي. عمليات الضم في الأيام القادمة وخلينا نقول الأشهر القادمة وتحديدا بعد إسرائيل ما إن شاء الله أنها بتكون أوقف الاحتلال حربه على غزة، متوقع أنها تزيد وتتهم؟ كإجراءات نعم، ولكن نلاحظ أنه في ضغط راح يكون دولي وممكن من الإدارة الأمريكية على قصة عملية تشريع عملية الضم. إجراءات ماشية على قدم وساق، ولكن كتشريع أو كضم إعلان رسمي للضم بعتقد أنه راح يكون صعب. ممكن يصير كمان، فيش صعب ممكن يصير، ولكن إجراءات الضم ما يجعل الأرض من بنية تحتية، طرق التفافية، توسيع المستوطنات، مناطق نفوذ المصاد. على سبيل المثال يعني بنحكي انه عندنا في منطقة سي عندنا مساحة المستوطنات تشكل قديش 4% من مساحة الضفة البحرية، ولكن في هناك ما يسمى مناطق نفوذ المستوطنات اللي لها نفوذ إدارة مصر عليها، وتشكلها تقريبا 9.5% من مساحة الضفة الغربية. فبنلاحظ انه ما ضل شيء، ما ضلش شيء مساحة الضفة، ما ضل شيء. في كمان للشوارع ارتدادات. ما هو منطقة سي بنحكي عنها 61% في منها مستوطنات، فيها قواعد عسكرية، فيها مناطق عسكرية مغرقة، فيها أراضي دولة، فيها طرق الاتفاقية. فبنلاحظ إنه مناطق سي حتى اللي بنحكي إنها هي فارغة أصبحت إنه هجمة شرسة مستهدفة كثيرة من ضمن الحكومة الحالية لتثبيت أمر واقع في منطقة سي اللي هي تهجير وتفريغ المواطنين الفلسطينيين فيها، وبالتالي ضمها إجراءات الضم ماشي على قدم وساق في هاي المنطقة سي. مزبوط فيش ضم فعلي، ولكن إجراءات ضمت. أنت قلت إنه إحنا بنرجع لورا، الورا تبعنا هذا لوين ممكن يوصل؟ ما بتقدر تعرف أنا بصراحة، لأنه ملاحظ إنه لأنه ما في عنا بصراحة رؤية، ما في عنا استراتيجية لمقاومة الاستيطان بصير في الضفة الغربية بصراحة. يعني زي ما تفضلت احنا 30 سنة شو عملنا استراتيجيات، شو قدرنا نحد من التوسع الاستيطاني؟ لا شيء. شو قدمنا للمواطن الفلسطيني في منطقة سي حتى نعزز صموده في مواجهة الاستيطان، مواجهة المستوطنين؟ بعتقد انه اللي ما يجري بصلش للمرحلة اللي نقدر نجابه الهجمة الشرسة اللي ضد. تمام، بس على صعيد خلينا نقول تعزيز صمود المواطن والمزارع الفلسطيني في مناطق سي تحديدا، في تدخلات منيحة للمجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات دولية في هذا نعم الموضوع. صحيح، ولكن كثير من هاي التدخلات يتم الاعتداء عليها من المستوطنين. في المقابل معهد أريج، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، هذا الائتلاف الواسع في مؤسسات إغاثية، في مؤسسات طبية، في مؤسسات قانونية. عن طريق هاي الشراكة شو ممكن نسوي في موضوع الاستيطان والضم؟ احنا كثير بيتم تعزيز صمود المواطنين في هاي المناطق المهمشة ومناطق سي من خلال ما يتم الحصول عليه مشاريع من الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا زراعة أراضي، فتح طرق زراعية اللي تساعد المواطنين وصول الأراضي، تعزيز المواطنين في اللي عايشين في مناطق سي من خلال دعهم بمثلا بحدائق منزلية، حفر آبار تساعدهم على الصمود، دعهم بتحسين مواردهم الأعلاف، زراعة الأعلاف والغنم، توفير عيادات قانونية بتساعدهم بمواجهة الاستيطان، توفير عيادات بيطرية كمان اللي تساعدهم فيها. فهي كثير، ولكن رغم كل الدعم هذا ما بيصل لمرحلة انك تقدر تواجه الهجمة الشرسة اللي قائم فيها الاحتلال. التركيز يعني هذا المتوفر لدينا بصراحة، يعني لأنه ما بتقدر حتى كثير من المشاريع اللي تنفذ في مناطق سي يتم الاعتماد عليها، سواء من طاقة شمسية أو حفر آبار أو استصلاح أراضي زراعية يتم تدميرها. راح أسألك آخر سؤال بشكل واضح وصريح ومباشر، الأيام القادمة شو راح تحمل للضفة الغربية حسب توقعك كباحث ومتابع من سنوات؟ هي راح يكون في هجمة شرسة على الضفة الغربية وبصمت كمان، لأنه ما يجري كثير يفوق اللي المواطن اللي ما بتنقل الزخرفة ما عنده الأرقام اللي بصير على الضفة الغربية، يعني ما بحس إنه شو في يصير على أرض الواقع. بس أنت لما تنقل بتشوف الطرق الالتفافية الكبيرة، الجدار، المستوطنات، ما يسمى تسمين المستوطنات، الأوامر العسكرية اللي منع المواطنين من وصول الأراضي، إعلان أراضي دولة.
هاي كلها إجراءات نلاحظ إنه تجري بصمت، اللي بحيث إنه أصبح إنه السرطان منتشر كالسرطان في الضفة الغربية من غير ما حدا يحس فيه، رغم إنه ظاهر كمان. يعني رغم الصورة السوداوية، لكن عيسى زبون الباحث في مجال الخرائط والاستيطان في معهد أريج، نأمل أن نلتقيك في مرة قادمة وتكون الأمور أفضل على الصعيد الفلسطيني بشكل عام. عيسى زبون، شكرا جزيلا لك. شكرا لك إن شاء الله.